ختيار مخرف ومكحكح ومعه شوية لصوص وقطاع طرق عم يتحكموا بمصير محافظة كاملة للأسف. الهجري أصدر بيان عم يناشد فيه المجتمع الدولي بفتح ممرات إنسانية عاجلة إلى السويداء لإدخال المساعدات الإنسانية على حد وصفه. طيب ليش؟ أنا بقول ليش؟ لأنه القوافل والمساعدات الإنسانية اللي عم تبعتها الدولة السورية للسويداء بشكل يومي ما عم تكفيهم للسرقة وما عم توفي معاهم ببيعها بالأسواق. والأحلى من هيك يا جماعة أنه بالبيان عم يقول عن جبل حوران بجبل الباشان، يعني عم يسميه باللغة العبرية في محاولة من الهجري التمهيد لمخططات احتلالية قادمة وتسخين المشهد من جديد. أشفق على أهالي السويداء من الخرف الهجري يلي عم يتحكم بمصيرهم وسلط نفسه عليهم، وبالعموم يلي باع فصيل أبو الشباب بغزة ما راح يشتري الهجري بقشرة بصلة. التعليقات مفتوحة لكم، برأيكم ايش قد دخل الهجري من أسواق السويداء بعد سرقته وبيعه للمساعدات الإنسانية يلي هي من حق أبناء السويداء المعترين؟ قال بقبلش قال. سلام.